أهلا بيكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: أنباء من النادي الأهلي، كولر يقرر رحيل محمود متولي في نهاية الموسم الحالي، بل أخطره بذلك. خرجت بعض الأخبار تؤكد على أن كولر استقر بشكل نهائي على رحيل محمود متولي عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي، بل قام المدرب السويسري بعقد جلسة مؤخرا مع متولي بعد استبعاده من رحلة السعودية، وأكد له على أنه أصبح خارج حساباته تماما ولن يستعين به فيما تبقى حتى نهاية الموسم الحالي من مباريات، وعليه أن يبحث عن عروض للرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي. خبرنا الثاني: مباراتين للنادي الأهلي في الدوري في شهر رمضان تعرف على موعدهم. ينتظر النادي الأهلي خوض مباراتين في رمضان في الدوري. أول مباراة يوم الثلاث بكرة بإذن الله في تمام الساعة 9:30 مساء ضد البنك الأهلي. بعد كده مباراة ضد مودرن فيوتشر 3 أو 4 إبريل الساعة 9:30 بالليل برضو. خبرنا الثالث: الأهلي يمنح أكرم توفيق فرصة للمشاركة في لقاء البنك الأهلي. استقر كولر على عودة أكرم توفيق. عودة أكرم توفيق دي تأتي بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد في المباريات الأخيرة، وكولر بدأ يشعر بأن أكرم توفيق يقترب بشدة من استعادة فورمته السابقة اللي كان عليها قبل الإصابة، لذا هنشوف أكرم توفيق يشارك مع النادي الأهلي في المباريات القادمة بشكل أكبر من السابق. خبرنا الرابع: كولر يوجه رسالة للمصريين بشأن شهر رمضان. كتب كولر على حسابه الرسمي على السوشيال ميديا بمناسبة شهر رمضان: أتمنى لجميع المؤمنين وجماهير الأهلي أيام مباركة هائنة مفعمة بالصيام والتأمل والصلاة، وأتمنى أن يأتي شهر التطهير الروحي والتقارب والترابط بكل الخير لكم جميعا. رمضان كريم. خبرنا الخامس: كولر يواصل سياسة التدوير الروتيشن بين نجوم الأهلي أمام البنك. يفكر كولر في إراحة عدد من اللاعبين زي بيرسي تاو، حسين الشحات، إمام عاشور، محمد هاني، عبد المنعم، ومنح فرصة لأكتر من لاعب آخر زي خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وعمر كمال ورضا سليم وأحمد نبيل كوكا في حال تأكد جاهزيته الطبية أمام البنك الأهلي.